تخيل قلعة عملاقة مستخبية بعيد عن عيون البشر. مش أي قلعة، دي فندق سري للأشباح والوحوش من كل أنحاء العالم، وصاحب القلعة هو دراكولا نفسه اللي عامل كل ده علشان يحمي بنته الوحيدة من عالم البشر. بيبدأ فيلمنا النهاردة بمصاص دماء اسمه دراكولا، وهو بيلاعب بنته الصغيرة اللي اسمها ميفيس، واللي بيبقى هو بيعتني بيها وبيحكي لها حكايات وبيغني لها وبيدربها على الطيران. وبعدها بيوصل المساعد بتاعه وبيقول له نجهز مكان ما يقدرش أي بشر يوصل ليه، علشان المكان ده بيكون حواليه مقابر مليانة بأرواح مخيفة ومرعبة، ولو حاول أي بشر يقرب منهم هيموت من الخوف. وبعدها بيظهر دراكولا وهو ماسك صورة لزوجته اللي ماتت، وبيكلم معاها وبيقول لها إنه خلاص عمل المكان اللي كانوا بيحلموا بيه علشان بنتهم ميفيس تعيش بأمان ومحدش يعرف يأذيها أو يقرب منها. وبعد مرور سنين بيظهر عدد كبير من الوحوش وهم بيزوروا المكان بتاع دراكولا اللي حوله لفندق كبير، وبيحتفل دراكولا مع كل الموجودين بالفندق بتاعه اللي ما يقدرش أي إنسان يدخله من ساعة ما اتبنى. وبيقدم بعدها دراكولا جدول الفقرات الخاص بعيد ميلاد بنته ميفيس، وبيوصل ضيوف وأصدقاء دراكولا اللي بيرحب بيهم وبيشكرهم على وجودهم علشان عيد ميلاد بنته. وبيظهر دراكولا وهو بيوريهم صور لأعدائهم البشر، وبتظهر بعدها ميفيس وهي في غرفتها وبتكون بتتمرن على الكلام اللي هتقوله لوالدها دراكولا علشان تطلب منه إنها تخرج تشوف العالم زي ما وعدها في عيد ميلادها ال118. ووقتها بيدخل عليها دراكولا وبيتمنى ليها عيد ميلاد سعيد، فبتقول له ميفيس إنها محتاجة تتكلم معاه في موضوع معين، فبيقول لها إنه فاكر وعده ليها وهيوفي بيه ويسمح ليها تطلع براحتها. فبتتحمس ميفيس جدا وبتاخد شنطتها وبتقول له إنها هتروح المكان اللي قابل فيه والدتها أول مرة. فبيقول لها دراكولا إن أهلهم وأصدقائهم جم مخصوص علشان يحتفلوا بعيد ميلادها، فبتقول له إنها بتحبهم ومبسوطة إن هم حضروا، بس هي كمان نفسها تخرج وتسافر وتشوف ناس في سنها وتتعرف على ناس جديدة. فبيسمح لها دراكولا تروح القرية اللي جنبهم اللي بيكون فيها بشر كبداية ليها، وكمان عشان تلحق ترجع لحفلة عيد ميلادها. فبتحضنه ميفيس وبتشكره إنه وفى بالوعد اللي وعده ليها، وبتحكي لضيوفهم اللي بيدخلوا عليها فجأة إنها أخيرا هتخرج بره القلعة لأول مرة في حياتها. لكن الضيوف بتحذر دراكولا وبتقول له إزاي هتسيب بنتك الوحيدة تروح للبشر المرعبين اللي بيكرهونا. ومن ناحية تانية بتظهر ميفيس وهي بتتحول لخفاش وبتطير بره القلعة في اتجاه القرية اللي اتفقت عليها مع باباها. وبيظهر دراكولا بعد كده اللي بيكون راح قبل بنته علشان يراقبها، وبتلاقي ميفيس ان مفيش اي حد في القرية وانها فاضية تماما. وفجأة بتلاقي مجموعة من البشر بيتحركوا ناحيتها، فبتخاف ميفيس وبتسيبهم وبتطير بعيد، وبتقول ان والدها كان عنده حق. وبتنجح خطة دراكولا اللي خلى الزومبي يساعدوه ولعبوا دور البشر بتوع القرية علشان بنته تشيل فكرة الخروج من دماغها. وبيدخل دراكولا على بنته يطمن عليها وبيسألها عن رأيها في القرية، فبيلاقيها زعلانة وبتقوله ان كان عنده حق في رأيه في البشر. فبيحضنها دراكولا وبيقول لها انه زعلان علشان تجربتها ما نجحتش، وبيطلب منها انها ما تزعلش، وبيديها الكيكة اللي هي بتحبها والهدية اللي جابها ليها. وفجأة بيدخل الفندق ولد بشري وبيبقى اسمه جوني، ولما بيشوف دراكولا بيتخض وبيسأله انت ازاي وصلت للفندق. فبيحكي له جوني انه كان بيتسلق الجبال مع اصدقائه وسمع اصوات جاية من الغابة، وشاف هناك الناس اللي كانت النار مولعة فيهم ومشي وراهم واكتشف الفندق ده وحابب يستكشفه. وبيظهر حد من نزلاء الفندق وهو زعلان من الخدمة في الفندق، فبيضطر دراكولا ان ياخد جوني ويخبيه بسرعة ويفتشه ويمسك تليفونه، وبيسمع الموسيقى اللي بتطلع منه. وبيخاف دراكولا على سمعة المكان لو حد عرف ان في شخص بشر بيدخله، وبنته ميفيس لو شافته هتعرف ان والدها كذب عليها وان البشر مش اشرار ولا حاجة. وبيظهر بعدها جوني وهو بيقول لدراكولا انه بيقلد مصاصين الدماء الحقيقيين فعلا باللبس بتاعه، وكل ده وجوني مش بيبقى فاهم انه فعلا قدام وحش حقيقي. وبيظهر جوني وهو بيتفرج على الهدوم اللي متعلقة في المكان وبينبهر بيها، وبيقرر دراكولا يغير شكل جوني علشان يبان كأنه وحش زيهم. وبيخرج بيه وبيقابل دراكولا الطباخ وبيقعد يتكلم معاه عن الأكل، وبيروح جوني يتفرج على الضيوف وهو منبهر جدا بشكلهم. وفجأة بيلاقي قدامه هيكل عظمي، فبيترعب لما بيتأكد انه هيكل عظمي حقيقي، وبيجري يمين وشمال ويصوت من شكل الوحوش في المكان. وبيخبط جوني في دراكولا، فبيمسكوا دراكولا وبيدخلوا مكان بسرعة عشان يخبيه. وبيعرف جوني ان ده دراكولا الحقيقي وان ده مش مجرد زي، وان دي مش حفلة تنكرية. وبيطلب منه دراكولا انه يبقى هادي ويتمالك اعصابه لانه مش هيشرب من دمه زي ما البشر فاكرين. وبيقول له ان المكان ده لكل الكائنات اللي بيضطهدها البشر. وبيتحول دراكولا الخفاش وبيشيل جوني عشان يخرجه من الفندق، وبيحاول جوني انه يقنعه يخليه يقعد شوية. وفجأة بتقابلهم ميفيس وبيضطر دراكولا يرجع بيه تاني، وبيكذب دراكولا على بنته تاني وبيقول لها انه جايب جوني عشان يساعده
بيساعده في تحضيرات عيد ميلادها، فبتستغرب البنت من والدها وتصرفاته، وكمان بتكون مش طبيعية، وبتطلب ميفيس من باباها دراكولا إنه يوافق تتمشى مع جوني. وفجأة بيظهر الضيوف وبيطلبوا من دراكولا يغني معاهم، لكنه بيرفض. وبتتكلم ميفيس مع جوني وبتقول له إن مامتها اختارت لها الاسم ده، ولما بتسأله عن اسمه فبيرتبك وبيقول لها إن اسمه فرانكشتاين. فبتقول له اسم فرانكشتاين، بيقول لها إن هو ابن عم فرانكشتاين، وبيحاول يقلد طريقة فرانكشتاين اللي بيستغرب من وجوده، وبيسأل دراكولا عنه. فبيرد عليه دراكولا وبيقوله ده ابن عمك من بعيد. وبيكمل وبيقول له إنه هنا عشان يخطط للحفلة بطريقة جديدة ويعمل فقرات مسلية. وتبدأ أول فقرة بأغنية من فرانكشتاين الحقيقي اللي بتكون مملة جدا. فبيوقفهم جوني وبيطلب منهم يسرعوا من الإيقاع أكتر، وبيتفاعل معاه الحضور، لكن دراكولا بيلاحظ ده وبيأمرهم بالالتزام بالجدول اللي هو عامله واللي بالنسبة لهم بقى ممل جدا. وبيشغل جوني أغنية من عنده، وبيتحمس كل الضيوف، وبيفتتح البوفيه وبيروحوا الضيوف للسفرة وبيبدأوا أكل ما عدا جوني وميفيس اللي كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض. وبتطلب ميفيس من جوني إنه يجرب الأكل، لكنه بيرفض. وبياخدوا دراكولا على جنب وبيقول له إن الموجودين لو اكتشف إنه بشري هتبقى مصيبة، وبيأمره بالتظاهر إن ظهره وجعه علشان يمشي. لكن المعازيم بتفتكر إنه بيطلب منهم يطلعوا على ظهر بعض ويلعبوا، وبتفشل خطة دراكولا إن يمشي جوني، فبياخده بالعافية وبيخرج بيه وبينيمه مغناطيسيا، وبيحاول ينسيه كل الأحداث اللي حصلت ويمحي الذاكرة بتاعته. لكن جوني بيقوله إنه مركب عدسات بتساعده يشوف أحسن، وإن التنويم المغناطيسي مش هينفع معاه. فبيهدده دراكولا إنه لو ممشاش هيقضي عليه. وفي الطريق بيقابل ميفيس اللي بتاخده لفة في الفندق، وبيطلعوا على السطح وبيشوفوا المكان كله من فوق. فبيقول لها إنه يقدر يشوف مدينة جميلة جنبهم من هنا. فبتسأله ميفيس عنها وعن هاواي، فبيقول لها إنه راح حفلة قبل كده. فبتنبهر ميفيس إنه عارف يسافر أماكن كتير ويلف العالم. فبيقول لها إن ده أجمل بكتير من القعدة في البيت. وبتنبهر ميفيس من مشهد شروق الشمس اللي بتشوفه لأول مرة من بعيد علشان الشمس ممكن تأذيها. وفي الوقت ده كان دراكولا في الساونا بيتكلم مع ضيوفه اللي بيسألوه عن جوني، فبيقولوا ليه إنه شخص لطيف وبنته منجذبة ليه. فبيرفض دراكولا الفكرة وبيتضايق. وفي الناحية التانية بيقع جوني فجأة من فوق السطح وبينزل على رجل دراكولا اللي بيبقى لسه بيقول لهم إنه جوني ماشي ومش راجع تاني. وبيظهر بعدها دراكولا وجوني اللي بينبهر من طريقة دراكولا في ترتيب الترابيزة اللي بتتحرك لوحدها. فبيركب على واحدة فيهم علشان يطير بيها، وبيركب دراكولا على ترابيزة تانية وبيجري وراه، وبيستمتع دراكولا بمطاردته. ولما بيقابل بنته ميفيس وتسأله عن جوني بيتضايق دراكولا وبيسألها لو معجبة بيه، لكن ميفيس بتبين إنها مش مهتمية بجوني. وبيظهر بعدها طباخ دراكولا اللي بيخطف جوني بعد ما عرف إنه إنسان بشري، وبيقرر يطبخه على العشاء. وبيروح الحارس يقول له دراكولا اللي بيستأذن من بنته، وبيجري بسرعة عشان يلحقه قبل ما يتشوي. وبيتهم الطباخ دراكولا إنه موالي للبشر. فبيحاول دراكولا يقنعه إن جوني مش بشري، فبيطلب منه الطباخ إنه يثبت له ده باختبار، لكن جوني مش بينجح فيه وبيثبت فعلا إن جوني بشري. فبياخده دراكولا بسرعة وبيخرج بيه بره المطبخ، وبيروح لأوضة فيها صور لمراته. ولما جوني بيشوفها بيقوله إن صور الست دي معروضة في متاحف عالم البشر، وبيبدأ يحكي له قصتها وإنها في يوم من الأيام كان في راجل وحيد لحد ما قابل الست دي، وبالصدفة حبها وعاشوا سوا وخلفوا طفلة صغيرة. لكن في يوم من الأيام البيت بيولع بيهم وبيموتوا كلهم، والأسطورة بتقول إن روحهم ما زالت موجودة في الأنقاض. فبيقول له دراكولا إن الأسطورة غلط، وإن الزوجة بس اللي ماتت، وإن اللي قتلها كانوا البشر لما اتجمعوا بالنار بتاعتهم علشان يقضوا عليهم. وطلب منها دراكولا إنها تستخبى، فراحوا البشر مولعين في المكان كله. علشان كده بنى دراكولا القلعة بتاعته وبناها بعيد علشان يحمي بنته فيها من البشر. فبيقول له جوني إن هما بقوا في القرن ال21 وإن الناس اتغيرت. فبيطلب منه دراكولا دليل واحد إنهم لو خرجوا الناس كلها هتتقبلهم. فبيقول له جوني إن عنده حق. وتاني يوم الصبح بيقوم كل اللي في المكان وبيجهز دراكولا نفسه للحفلة، وبيحط الهدية لبنته على السرير، وبتبدأ حفلة العيد ميلاد والكل بيرقص وبيغني. وبيتخانق بعدها دراكولا مع بنته اللي عايزة تستكشف العالم زي جوني. وفجأة بيعترف ليها والدها بالحقيقة وإنه اخترع موضوع القرية علشان خايف عليها. وبيدخل عليهم الطباخ اللي بيكتشف حقيقة جوني البشري قدام المعازيم اللي بتترعب. وبيتفاجئ جوني بميفيس اللي بتحضنه وبتقوله إن هي مش مهتمية إذا كان بشري أو وحش. فبيبص جوني على دراكولا اللي بيظهر عليه الحزن. فبيقوم جوني ويقول لميفيس إنه بيكره الوحوش وهي وحش زيهم ويسيبها ويمشي. وبيدخل بعدها دراكولا لأوضة ميفيس علشان يطمن عليها، بس بيلاقيها قاعدة على السطح لوحدها حزينة، وبتطلب منه إن يمحي الذاكرة بتاعتها. وبيلاقيها ماسكة كتاب مكتوب فيه قصة حبه مع مامتها، وبتقوله إنها مش عايزة تخرج بره
القلعة دي تاني وإنها ما بقاش ليها أحلام زيه بالظبط. وبيظهر بعدها كل النزلاء اللي في الفندق وهم بيطلبوا الفواتير عشان عايزين يمشوا بعد اكتشافهم لوجود بشري في المكان. وبيطلب منهم دراكولا يساعدوه يلاقوا جوني علشان ما يكسرش قلب بنته ميفيس. وبيحاول يفهمهم دراكولا إن جوني مش زي باقي البشر. وبالفعل بيخرجوا يدوروا على جوني وبيلاقوا التيشيرت بتاعه في الطريق. وبيطلب دراكولا من الذئب إنه يبحث عنه من خلال ريحته. وبيطلب قريب الذئب من ولاده إنهم يساعدوه. فبتشم بنته الصغيرة تيشيرته وبتقول له مكان جوني بالظبط. وبيركب دراكولا ومعاه قرايبه العربية وبيجروا بسرعة عشان يلحقوا جوني قبل ما يسافر. وبيقابلوا في الطريق واحد بشري وبيضحك معاهم وبيستغربوا من طريقته. وبعد كده بيوصلوا المهرجان مليان ناس لابسة زي الوحوش وبيكونوا شبههم بالظبط. وبيسأل واحد عن المطار فبيقول له على الطريق. وبيقرر وحش فرانكشتاين يكمل الطريق مشي وبيحاول ان هو يخوف الناس في المهرجان لكن الناس بتسقف ليه. وبيحاول يفهمهم انه وحش حقيقي لكن الناس بتقوله ان هم بيحبوه برضه. فبيحكي لهم قصة ميفيس وبيطلب منهم يساعدوا دراكولا يوصل لجوني من غير ما الشمس تلمسه. فبيرفعوا كلهم قماش علشان يغطوه. وبيجري دراكولا من تحته لحد ما بيوصل للطيارة لكن بيلاقيها طلعت بالفعل. فبيضطر دراكولا انه يتحول لخفاش ويطير ويظهر بعدها والشمس تحرق فيه عشان يوصل لجوني. وبيفضل ينده عليه من الشباك. وفجأة بيبص له جوني لكن مش بيسمعه كويس. فبيطلع دراكولا لمقدمة الطيارة وبيلزق في ازازة الطيارة من قدام وبينيم الطيارين مغناطيسيا. وبيعمل اعلان جوه الطيارة انه غلط في حق جوني لما حاول يحافظ على بنته ميفيس وانه كان فاكر انه يقدر يحميها من العالم لكن اكتشف انه من حقها تكتشف العالم بنفسها. وانه مبسوط ان سكة ميفيس راحت لشخص لطيف زيه. وبيطلب منه دراكولا ان يسامحه. وبيرجع دراكولا لأوضة بنته ميفيس وبيعتذر ليها وبيطلب منها تعيش حياتها زي ما تحب. وبيديها هدية عيد ميلادها اللي كانت عبارة عن شنطة سفر ومعاها جوني اللي بيعتذر ليها. وبيقول لها انه كان بيكره الوحوش عشان كان خايف من ابوها. وبيدي دراكولا لبنته تذكرة لهاواي علشان تروح مع جوني هناك علشان تحقق حلمها ويكتشفوا العالم سوا. فيلمنا النهارده بيبدأ بفندق ترانسلفينيا اللي بيتعمل فيه فرح جوني الولد البشري اللي دخل فندق مصاص الدماء اللي اسمه دراكولا وكان دخله بالغلط وحب بنته ميفيس. وبيظهر دراكولا وهو بيرقص مع بنته اللي كانت بتسأله عن جدها اللي ما حضرش الفرح. ووقتها بيقول لها دراكولا ان جدها اصلا مش موافق على علاقتها بواحد بشري. وبتسأله ميفيس لو كان لسه شايف ان جوني شخص وحش فبيقول لها انه مش فارق معاه اي حاجه ما دام انها مبسوطه. وبعد مرور سنه بتدخل ميفيس وجوني على دراكولا وبيطلبوا منه يطير مع ميفيس بعيد لكن دراكولا ما بيفهمش سبب طلبهم بس بيوافق. وبتتحول ميفيس ودراكولا الخفافيش وبيطيروا بعيد في السماء. وساعتها بيتفاجئ دراكولا ان بنته حامل وبيفرح جدا من الخبر ده. وبيقول لها بعد كده انه مش متاكد اذا كان الطفل هيكون مصاص دماء ولا بشر بس هي بتتمنى ان يكون بشري زي جوزها جوني. وبتعدي الايام وبتخلف ميفيس ولد وبيسموه دينيس. وفي عيد ميلاده الاول بيتخانق دراكولا مع اهل جوني اللي شايفين ان الطفل طالع بشري على عكس دراكولا اللي بيكون شايفه مصاص دماء. ولما بيكمل السنتين بتنده ميفيس على جوني اللي بيروح لها بسرعه هو ودراكولا وبتقول لهم ان دينيس نطق اول كلمه في حياته. وبيعترض دراكولا على الطريقه الجديده اللي بيستخدمها الموظفين من وقت ما جوني بدأ يتدخل في شغل الفندق. وبيلاقيهم قاعدين على الانترنت وساعتها جوني بيقول له ان دي احسن طريقه يعرفوا بيها الناس كلها على شغلهم خصوصا بعد ما بقى في بشر كتير بيجوا الفندق. وبالليل بيدخل دراكولا على حفيده وبيصحيه من النوم علشان يعلمه ازاي يتحول لخفاش زيه. وساعتها بتدخل ميفيس عليهم وبتلاقيهم بيرقصوا سوا وبتستغرب من اللي بيعملوه في الوقت ده لان المفروض دينيس طفل ولازم يتعود على النوم بدري علشان هيروح المدرسه بالنهار. لكن دراكولا بيقول لها ان في حفله للوحوش الصغيره والمفروض دينيس يحضرها. لكن ميفيس بتحاول تفهم باباها ان ابنها الصغير طفل بشري ما ينفعش يلعب مع قرايبهم الوحوش. وبعدها بتطلب ميفيس من ابنها يفرج جده على الكرتون اللي فيه وحوش صنعها البشر واللي مش بتعجب دراكولا خالص وبيشوفهم شويه فشله. ووقتها بتاخد ميفيس ابنها وبترجع للسرير وبتقعد تغني له وبينضم ليهم دراكولا اللي بيقعد يغني لهم هما الاثنين لحد ما يروحوا في النوم. ولما بتبدا حفله الوحوش الصغيره بيشكر دراكولا بنته ميفيس عشان وافقت ان دينيس يحضر الحفله. وفجاه بيقع اول سنه لدينيس وساعتها بيفرح دراكولا وبيفتكر ان كده دينيس عنده انياب وهيبقى مصاص دماء زيه. لكن ميفيس بتقوله ان دينيس بشري ومش هتطلع له انياب ابدا. وبعدها بيتصدم دراكولا لما بيعرف من بنته ميفيس انهم هينقلوا لكاليفورنيا المكان اللي اتربى فيه جوني جوزها. ووقتها بتقوله ان المكان هناك مكان اكتر امان لطفلهم. وبيتوتر جوني لما دراكولا بيساله لو كان موافق على اللي قالته ميفيس وبيرد عليه وبيقوله انهم لسه ما قرروش. وبعدها بيدخل فرانكشتاين على دراكولا وبيلاقيه قاعد بيكلم
نفسه وبيقوله عن اللي حصل من بنته وجوزها. وساعتها بينصحه فرانكشتاين إنه يقضي وقت أطول مع حفيده، وبيقوله يعرض على بنته وجوزها إنهم ينزلوا أجازة ويسيبوا ابنهم معاه، وبكده هيقدروا يكونوا لوحدهم. وساعتها هيقدر دراكولا يعلمه إزاي يبقى وحش قبل ما يتم حفيده دينيس ال5 سنين، لأنه لو عدى السن ده مش هيقدر ساعتها يكون مصاص دماء أبدا. فبيروح دراكولا لجوني وبيتفق معاه على الخطة دي. وقبل ما بتنزل ميفيس الأجازة بتاعتهم بتقعد تراجع كل حاجة مع باباها بخصوص ابنها دينيس، وبتعرفه أكله وشربه ومواعيد نومه، وبتقوله إنها تقدر تاخده معاها لو كان هيبقى كتير عليك. لكن ساعتها دراكولا بيصر إنه يفضل معاه ويوعدها يكلمها فيديو بالموبايل كل يوم عشان يطمنها. وبمجرد ما بيتحرك جوني وميفيس بياخد دراكولا حفيده وبياخد صحابه وبيركبوا العربية، كل ده عشان يعلم دينيس إزاي يكون وحش حقيقي. وبتكون ميفيس متحمسة لرحلتها مع جوني للمكان اللي اتربى فيه، وبتقوله إنها عايزة تشوف كل تفاصيل حياته قبل ما يقابلها. وقتها بتحاول تتصل بالفندق علشان تطمن على ابنها الصغير، لكن جوني بيحاول يشتتها وبيقول لها إن دينيس أكيد لسه مصحاش من النوم. ووقتها بيوصل دراكولا هو واصحابه للمكان اللي كانوا بيتمرنوا فيه زمان لما كانوا لسه صغيرين، وبيلبس دينيس زيهم، وبيوضح لهم دراكولا إن كل واحد منهم هيعلمه حاجة تخص الوحوش. وبيبدأ فرانكشتاين يعلمه إزاي يخوف الناس، ولما بيحاول فرانكشتاين يخوف بنتين بيتقلب الموضوع ضده وبينبهروا بيه وبيتصوروا معاه، وبيلاقوا قدامهم بعد كده دينيس اللي بيحاول يقلده، لكن البنتين بيشوفوه طفل لطيف. وبعدها بيجي دور صاحبه الديب اللي بيطلب منه دراكولا يروح يصطاد عشان دينيس يتفرج عليه ويتعلم منه، لكن الديب ما بيبقاش متحمس وهو رايح يصطاد غزالة عشان بيبقى اعتزل الصيد من سنتين. وساعتها بيلاقي طبق طاير وبينسى الغزالة تماما وبيجري على الطبق يخطفه من الكلب، وبيفشل هو كمان في تعليم الصيد وبيدخل الموميا علشان يقوم بدوره هو كمان في تعليم دينيس، لكن ظهره بيوجعه وبيقع وبيضحك عليه دينيس. وبنرجع تاني لميفيس اللي كانت منبهرة بكل تفاصيل المدينة، ولما بتروح للمنطقة اللي بيلعب فيها الأطفال بالعجل وبيركب جوني عجلة وبتتكسر بيه، وبعدها بتدخل ميفيس اللي بتجرب وبتلعب كويس وبينبهر بيها كل الأطفال وهم بيتفرجوا عليها، وبتقوله إن المكان مناسب جدا علشان تربي ابنها دينيس. وبتحاول بعدها تكلم باباها علشان تطمن على ابنها دينيس، وساعتها بيتوتر دراكولا لما بيلاقيها بتتصل بيه، وقبل ما يرد عليه بيلبس دينيس نظارة شمس علشان ما بيكونش عارف يصحيه من النوم. وبتستغرب ميفيس إن ابنها لابس نظارة، فبيقول لها دراكولا إنهم بيلعبوا لعبة خاصة بالأطفال الخارقين، وبيقفل الخط بعد ما بيقول لها إن الشبكة وحشة، وبتقتنع إن ابنها كويس ومستمتع باللعب مع جده. وبنرجع تاني لدراكولا اللي بيتضايق عشان عارف إن بنته مبسوطة هناك، وده هيخليها ما تتراجعش عن خطتها في النقل. ولما بيصحى دينيس من النوم بيقول لجده دراكولا إنه مفتقد باباه ومامته، وبياخدوا دراكولا للمخيم الصيفي لمصاصين الدماء واللي اتعلم فيه دراكولا إزاي يصطاد فيران وإزاي يستخدم قدراته الخارقة وهو صغير. لكن دينيس بيلفت انتباهه لعبة التنس اللي بيلعبوها الأطفال، وبيقابل دراكولا بعدها المشرف بتاع المخيم وبيطلب منه يعلم حفيده أساسيات إنه يكون وحش لأنه متأخر في النمو كمصاص دماء. وبيتضايق دراكولا من الطريقة الجديدة في تعليم الأطفال داخل المخيم اللي اختلفت تماما عن أيامه لما كان طفل. بياخد دراكولا حفيده وبيقرر يعلمه إزاي يبقى وحش على طريقته القديمة، وساعتها بيقرر يرميه من فوق عشان يتعلم الطيران، لكن بيقع وبيقدر دراكولا يلحقه على آخر لحظة قبل ما يوصل للأرض. فبيقرر المشرف إنه يبلغ ميفيس أم الطفل، وبياخده دراكولا وبيحاول ينيمه مغناطيسيا لكنه ما بيقدرش لأن المشرف أصلا بيكون مصاص دماء زيه. وبيوصل جوني وميفيس لأهل جوني اللي بيرحبوا بيهم، وبتفرج مامة جوني ميفيس على بيتهم والأوضة اللي هيقعدوا فيها مع بعض والحاجات اللي اشتروها لحفيدهم. وبتقول لهم مامة جوني إنهم عازمين جيرانهم عندهم علشان تعرفهم على ميفيس، واللي بيجوا هم لابسين زي الوحوش علشان يلفتوا انتباه ميفيس ويقنعوهم تستقر في كاليفورنيا. وبعدها بيعتذر جوني وهم قاعدين على سطح البيت علشان الناس كانوا بيتعاملوا معاها بغرابة، وبيقول لها إنهم بيحاولوا يحسسوها إنها مش غريبة عنهم، لكن بتقوله إنها مش مهتمية بأي حاجة غير إنها تربي ابنها بعيد عن الفندق علشان يبقى زيه وما يبقاش زيها غريب الأطوار وما يعرفش أي حاجة عن الدنيا. وساعتها بيقول لها جوني إنها جميلة، ولو ابنهم كبر وبقى شبهها هيحسوا ساعتها إنه أكتر شخص محظوظ في العالم. فبتحضنه وبتقوله إنهم هيبقوا سعداء في أي مكان سوا. وبعدها بتتصل بوالدها بعد ما شافت فيديو عن دينيس وهو بيقع من البرج، وبيتوتر دراكولا لما بتسأله عن مكانهم، وبتقرر ترجع للفندق. وساعتها بيطلب دراكولا من أصحابه إنهم يرجعوا هم كمان بسرعة قبل ما توصل، وبتجري على المطار تحجز تذكرة، لكن الموظفة بتقول بكل برود إن مفيش طيران مباشر. فبتتعصب عليهم وبتقرر إنها تطير وتروح بنفسها وتشيل جوزها وبتتحول لخفاش وبتطير للفندق. ووقتها دراكولا بيكون مخضوض وهو طاير مع حفيده راجعين
راجعين للفندق وبيوصلوا في نفس الوقت مع بعض، وساعتها بتتعصب ميفيس عليه وبتوريله الفيديو اللي شافته عن دينيس لما كان في المخيم، وبتقوله انها خايفة على ابنها انه يعيش وسط الوحوش، لكنها دلوقتي خايفة عليه اكتر انه يعيش مع جده. وبيحاول دراكولا يبرر كل سبب للي عمله، فبتقوله انه سمح للبشر يدخلوا الفندق لكن ما سمح لهمش يدخلوا قلبه. وبتاخد ميفيس ابنها دينيس وبتمشي وبتقرر تلم حاجتها وتنقل كاليفورنيا. وبعدها بتدخل ميفيس على اوضه ابنها فبتلاقيه قاعد يقول انه خفاش ويقدر يطير، فبتقوله انهم رايحين لجده وجدته وبتحكي له عن كاليفورنيا، وبيسالها عن جده دراكولا فترد عليه مامته وتقوله انه لازم يفضل هنا علشان ياخد باله من الفندق، بس بتوعده انهم يكلموه كل ليله ويزوروه من وقت للتاني. وبعدها بيوصل اهله وقرايب جوني للفندق بعد ما عزمتهم ميفيس، وبيتصدم دراكولا لما بيعرف ان بنته عزمت جدها على وليمه علشان يتعرف على دينيس لانه بيكون اصلا بيكره البشر. وبيجري دراكولا بسرعه بيفهم جوني ان والده ما ينفعش يعرف انهم بشر والا هيقتلهم، فيقرر جوني يقول لاهله ان الحفله هتبقى تنكريه ولازم يلبسوا زي الوحوش ومصاصين الدماء. وبيحاول دراكولا يدرب جوني على الكلام زيهم. وبعدها بيوصل جد ميفيس وبيرحب بيه دراكولا وبيطلب من فرانكشتاين يخلي باباه بعيد عن البشر على قد ما يقدر. وبيسأل جد ميفيس عن دينيس اللي بيدخل عليه، فبيحاول يشوف أنيابه علشان يتأكد انه مصاص دماء. وبيقول لدراكولا ان أنياب حفيده شكلها تتأخر في الظهور زي أنيابه وهو صغير، وساعتها بيقرر يخوفه علشان أنيابه تخرج أسرع. وبيبدأ يستغل العرض اللي على المسرح علشان يخوف دينيس. وبيروح دراكولا وبيعترف لبنته ميفيس انه كان بيحاول يخليها تقعد في الفندق وما تروحش كاليفورنيا. وساعتها بتتعصب ميفيس وبتتخانق مع جوزها جوني لما عرفت انه مشارك مع والدها في الخطة دي، وبيتخانقوا كلهم سوا. وبيسيبهم دينيس وبيمشي وهو زعلان وبيخرج بره الفندق. وبيعرف جد ميفيس ان جوني واهله بشر مش مصاصين دماء، وبيزعق مع ابنه دراكولا وبيقول انه مش بيكره البشر وان حفيده اطيب والطف طفل شافه في حياته، ولو مش بيحبه عشان نص بشري فده معناه انه شخص غبي. وساعتها بتحضن ميفيس باباها بعد ما سمعت كلامه، وبعدها بيستغرب الكل ان دينيس مش موجود، واللي بيبقى في الوقت ده قاعد مع واحده من الاطفال الوحوش وبيقول لها انه زعلان علشان ما طلعش زيهم. وفجاه بيدخل عليهم وحش وبيحاول يخطف دينيس في الوقت اللي بيحاول كل الفندق انهم يدوروا عليه. وساعتها بتطلع انياب دينيس مره واحده وبتتحول لخفاش وبيواجه الوحش وبيكسر اسنانه. وبيوصل كل اللي في الفندق وبيتفرجوا عليه وهو بيهجم على الوحش. وبيحضن دراكولا حفيده وبيطلب من ميفيس انه يفضل في الفندق، وبتوافق ميفيس وبيفرح كل اللي موجودين. فيلمنا النهارده بيبدا بمصاص دماء اسمه دراكولا اللي بيبقى عايش في مدينه ترانسلفينيا، وبيظهر وهو راكب القطر مع اصحابه الوحوش كانوا متخفيين في شكل بني ادمين عشان محدش يعرفهم. وساعتها بيدخل عليهم عالم مجنون وبيقول لهم ان في بينهم وحوش متنكره وانه يقدر يصطادهم بكل سهوله. وساعتها اول ما بيولع عود كبريت الوحوش بتترعب وبينطوا على سطح القطر، بس دراكولا بيقف في وشه وبيقول له انه هزم اهله وجدوده كلهم وهيهزمه هو كمان. وبتفشل كل محاولات العالم في القضاء على دراكولا. وبعد سنين كتير بنروح لدراكولا اللي بيرتب مع بنته ميفيس فرح واحده من الوحوش في الفندق بتاعهم، واللي كانت متوتره ومش عايزه تطلع لجوزها. وبتقنعها ميفيس ان ده طبيعي وان كل الوحوش بتتوتر في فرحها، وبتحكي لها عن باباها دراكولا اللي حصل معاه كده برضه. وبعدها بيظهر دينيس حفيد دراكولا اللي بيبوظ الفرح بالكلب بتاعه، لكن جوني بيقرر ينقذ الفرح وبيشغل الدي جي وبتبدا الوحوش ترقص سوا. وقتها بتقرب واحده جميله من دراكولا وبتطلب منه يرقص معاها، لكن دراكولا بيتوتر وبيهرب منها. وبيستغرب اصحاب دراكولا من موقفه وبيقولوا له ان هو لازم يتخطى وفاه مراته ويكمل حياته، بس هو بيقول لهم انه مكتفي ببنته وجوزها وحفيده. وبرغم كده لما بيقعد دراكولا لوحده بيحس بوحده. وقتها بيحاول يتعرف على ناس جديده من خلال الموبايل، لكن بتدخل عليه ميفيس فجاه فبيتخض دراكولا وبيعمل نفسه بينظف المكان. لما بتشوف ميفيس الموبايل في جيبه بيقول لها انه بيدور على واحده تساعده في تنظيف الفندق، وبتتخيل ميفيس ان باباها مضغوط من كتر الشغل. بيحاول دراكولا وقتها يخبي عليها فبتقول له انها متفهمه الضغط اللي عليه، فبيشكرها وبيخرجها بره الاوضه عشان ما تكتشفش الحقيقه. بعدها بتقرر ميفيس تعمل مفاجاه لوالدها وتاخد العيله كلها في اجازه علشان يسافروا ويتفسحوا. بيحاول دراكولا يخليها تقول له ايه المفاجاه، خصوصا انه مش بيحب المفاجآت، لكن ميفيس بتقول له ما يقلقش لانها مرتبه كل حاجه عشان يرتاح من الضغط شويه. اما دينيس بيروح يطمن على الكلب بتاعه اللي اخده معاه من وراهم. وبتوصل عيله دراكولا للمكان اللي حجزت فيه ميفيس الاجازه دي، واللي بيطلع مثلث برمودا، وبينبهر الكل بالمكان اللي مليان سفن قديمه غرقانه. وبتبقى ميفيس حاجزه الرحله بتاعتهم على سفينه سياحيه كبيره وبيستمتع بوجودهم على السفينه. ولما بيعرف دينيس ان الحيوانات ممنوعه على السفينه بيخبي الكلب بتاعه عشان يعرف يدخله.
وبيتحمس الموميا عشان بيعرف إن في أنشطة كتير ممكن تتعمل على السفينة. لكن وقتها دراكولا بيقوله إن كل الأنشطة دي ممكن تتعمل في الفندق بتاعه، فبيعارضه الموميا وبيقوله إن الفندق بتاعه مش بيعوم وسط المية زي السفينة. وفجأة بتلمع عين دراكولا وبيدق قلبه لما بيشوف إريكا قبطان السفينة وهي بترحب بيهم كأول رحلة بحرية خاصة بالوحوش. وساعتها بتتخض ميفيس على باباها وبتفتكر إن هو بيتعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، لكن في الحقيقة بيبقى دراكولا منبهر بإريكا اللي بتفاجئهم إنهم رايحين مدينة أطلانتس المعروفة بالمدينة الضائعة. وفيها بتقرب إريكا من دراكولا وبتتعرف عليه، لكن دراكولا بيفضل واقف وبيتكلم بلغة غريبة. وساعتها صحابه بياخدوه بعيد عنها وبيفوقوه وبيعترف إنه مغرم بيها. وبتبدأ بعدها حفلة على السفينة وبتستمتع الوحوش بالقعدة على السطح. وبيستغرب الديب صاحب دراكولا إن في مكان مخصص للأطفال يلعبوا فيه طول اليوم، وما صدقش أخيرا إنه هيقضي وقت طويل من غير صداع ولاده. وبتدخل إريكا غرفة المحركات وبيظهر إن جدها بيكون هو نفسه العالم المجنون اللي ظهر في أول الفيلم، وبتقول إن عنده حق إن الوحوش مخلوقات مقززة، وبتعرفه إنها لما قابلت دراكولا كانت عايزة تدمره في وقتها، لكن جدها بيقول لها إن لازم يلتزموا بالخطة اللي حطها من سنين بعد ما اكتشفت إن في قوة قدرت تدمر مدينة أطلانتس بحالها، وإنه فضل يدور على المدينة لحد ما لقاها. وعلشان كده قرر ياخد دراكولا والوحوش ليها ويدور على القوة اللي تقدر تدمرهم هم، وبكده هيرتاح منهم. وبيطلب العالم من إريكا توعده إنها ما تقتلش دراكولا أو تبوظ الخطة بتاعته، لكن إريكا بتصمم تقتله، ومع ذلك كل محاولاتها بتفشل وبيخرج دراكولا بخير في كل مرة بتحاول تموته فيها. وبعدها بيسأل دراكولا قرايب الوحوش عن رد فعل بنته ميفيس لو عرفت انه بيحب حد غير مامتها، فبيقولوا له انها عايزاه يكون مبسوط دايما واكيد مش هتزعل من اي حاجه تخليه فرحان. وبتدخل بعدها ميفيس على دراكولا وبتقوله انها مبسوطه علشان بيقضوا وقت مع بعض، وقت عائلي جميل، وبيبداوا يلعبوا كلهم الكره في حمام السباحه. بعدها بتعلن إريكا عن الوصول لوجهتهم الاولى واللي بتكون بركان تحت الميه، وبيحاول اصدقاء دراكولا يقنعوه انها معجبه بيه، لكن دراكولا بيطلع الفكره من دماغهم وبيقول لهم انه هنا عشان يستمتع بالاجازه العائليه دي. وبينزل دراكولا وعائلته تحت الميه بيتفرجوا على البركان ومعاهم مرشد بيشرح لهم كل حاجه تخص المكان. وقتها إريكا بتخرج بغواصه صغيره على شكل سمكه وبتدور على دراكولا عشان تقتله، لكن السمك بيتجمع حوالين إريكا وبيحاول الوحوش يتصوروا جنب الغواصه اللي كانت على شكل سمكه على اساس انها سمكه حقيقيه. وميفيس بتاخد بالها من وجود إريكا في الغواصه، وبيسمع صحاب دراكولا إريكا وهي بتتكلم عن دراكولا، بس بيفهموا الكلام غلط، بيفتكروها وقعت في حبه، فبيروحوا لدراكولا علشان يقولوا له. وبتسمعهم إريكا وهم بينصحوه يعمل ايه معاها علشان يلفت انتباهها ويبين قد ايه انه معجب بيها. وبتوافق بعدها إريكا انها تقابله في مطعم مكسيكي بالليل، وبتوصل السفينه للجهه التانية اللي هي الجزيره المهجوره. وبيعرض دراكولا فكره على بنته ميفيس انها تاخد جوزها ويقضي وقت سوا ويسيبوا له دينيس ياخد باله منه، لكن ميفيس بتكون قلقانه على والدها وبتروح تحكي لجوني عن طريقه والدها الغريبه في الفتره الاخيره، وبتقول ان عمرها ما تخيلته انه ممكن يكون مع حد تاني غير مامتها. وبيظهر بعدها دراكولا مع إريكا وهم قاعدين في المطعم المكسيكي يتعشوا، وبتقرر إريكا تحط لدراكولا صوص توم كتير علشان يتعب منه. وبيبدأ دراكولا يحكي لها عن وفاة مراته وتربيته لبنته لوحده ورفضه للجواز طول الفترة دي، وبتقول له إريكا إن جدها هو اللي ربوها بعد وفاة أهلها. وبعدها بيظهر ميفيس وجوني اللي بيكونوا مستمتعين على الشط لحد ما بيقابلوا ابنهم دينيس، وبيقول لهم إن جده دراكولا خرج مع إريكا يتعشوا. فبتقرر ميفيس تروح ليهم وبتتخانق مع دراكولا وبتقول له إن هو المفروض في رحلة عائلية. وبيظهر العالم المجنون وبيتخانق مع إريكا علشان حاولت تقتل دراكولا من وراه، وبيسمعهم صاحب دراكولا ومراته، ولما العالم بيعرف انهم سمعوه بيخدرهم وبيحبسهم قبل ما يكشفوه هو وإريكا وقبل ما يقولوا حاجه لدراكولا. وبتوصل السفينه لوجهتها النهائيه وهي مدينه أطلانتس، وبيستمتع كل ركاب السفينه بالمكان. وقتها بيدور دراكولا على ميفيس علشان يعترف لها بكل حاجه لانه مش عايز يخبي عليها اكتر من كده. وبتشوف ميفيس والدها بعدها وهو داخل ورا إريكا، فبتروح وراه وبتدخل إريكا اوضه تحت الارض لحد لما بتوصل للمكان اللي فيه قوة الشر بيراقبها دراكولا وبينقذها لما بتدوس على فخ بالغلط. وبتستغرب إريكا ان مصاص دماء ممكن ينقذ واحدة بشرية، فبيقول لها ان مفيش فرق بينهم، هو بينقذ اي حد وقع في ورطة. وساعتها بتختبره وبتدوس على كل الافخاخ اللي موجودة لكنه في كل مرة بينقذها. وفجأة بيتدمر المكان بعد ما إريكا مسكت آلة الدمار، فبياخدها دراكولا ويهرب بسرعة. وبيعترف ليها دراكولا ان معجب بيها، لكن إريكا بترفضه وبتقول له ما ينفعش تكون مع حد
حد زيه، فبيزعل دراكولا وبيمشي وهو حزين. وبعدها بتودي إريكا آلة الدمار لجدها اللي بيفرح بيها جدا، وإنه أخيرا هيقضي على دراكولا والوحوش. وبتتجمع كل الوحوش على السفينة علشان الحفلة الراقصة الكبيرة اللي معمولة عشانهم، بس ما كانوش يعرفوا إن دي خطة من العالم المجنون. وبتستغرب ميفيس لما بتعرف إن والدها مغرم بواحدة بشرية، فبيقول لها جوني إن ممكن الحب يجمع بين اتنين بعيدة عن بعض زيهم كده. بعدها بتروح ميفيس لوالدها وبتقوله إنها تمدت شوية وافتكرت إنها ممكن تخسره لو ارتبط بإريكا، لكن دراكولا بيأكد لها إنه عمره ما هيبعد عنها ولا عن عيلته. وفجأة بيظهر العالم المجنون وإريكا، فبيتفاجئ دراكولا لما بيكتشف إن إريكا تبقى حفيدته. وبيبتدي العالم المجنون بيعزف لحن الدمار اللي بيصحي وحش بحري ضخم وبيظهر من وراهم، فبيطلب دراكولا من كل الوحوش يهربوا قبل ما الوحش يدمر المكان. وبيواجه دراكولا الوحش هو وميفيس، لكن الوحش بيحاول يقتل دراكولا. ووقتها بتظهر إريكا اللي بتوصل للوحش وبتنقذ دراكولا، وبتقول لجدها إنه غلطان في حق الوحوش. وبتتأسف لدراكولا إنها كدبت عليه، وبتقوله إنها اكتشفت إنها غلطانة وبتعترف بحبها. وبيتضايق جدها وبيتعصب وبيصحي الوحش مرة تانية بالموسيقى، فبيقرر جوني يشغل موسيقى تانية إيجابية بتخلي الوحش يرقص بدل ما يدمر المكان ويقتل الناس. لكن بيقرر العالم المجنون يعزف الموسيقى اللي تقدر تتحكم في الوحش بشكل أعلى، وساعتها بيحاول جوني يشغل أغنية أقوى علشان يتحكم في الوحش، والوحش فعلا بيندمج مع الأغنية. وبيفضل جوني والعالم المجنون يتنافسوا في تشغيل أغاني لحد ما بيشغل جوني أغنية بتخلي الوحش يستسلم ويرقص الوحوش. وبيقع العالم من فوق برج عالي، لكن بيلحقوا دراكولا وبينقذوا. وساعتها بيقوله إن مفيش فرق بينهم مهما اختلفوا في الشكل. وقتها بيعتذر العالم للوحوش على إنه فضل سنين يطاردهم، وبيقول لهم إن الرحلة دي كلها على حسابه علشان يعوضهم عن كل حاجة. وبيرجع دراكولا وعائلته للفندق، وهناك بياخد إريكا على سطح البيت وبيطلب منها الجواز. فيلمنا النهارده بيبدأ بمصاص دماء اسمه دراكولا كان قاعد بيغني لميفيس في شباك أوضتها، وبيفتكر زمان لما كان بيته عبارة عن قلعة وحواليها فندق. وبيفتكر كمان وقت ما كانت بنته ميفيس اتعرفت على جوزها جوني في نفس القلعة دي، وقرر يتجوزها ويعيش وسط عالم الوحوش ومصاصين الدماء. وبعدها بيظهروا هما بيحتفلوا بالعيد السنوي لتأسيس الفندق، وبيفاجئ جوني العيلة بأغنية بيطلع يغنيها على المسرح بمساعدة فرانكشتاين. وبيقف دراكولا على المسرح وبيشكر جوني، وبيقول للحضور إنه مجهز مفاجأة وهيعلن عنها الساعة 12 بالليل. وبينزل بعدها من على المسرح وبيسيب الفرقة الموسيقية بتعزف، وبيخرج يتكلم مع مراته اللي بتقوله ما يشغلش باله بجوني لأنه عارف إنه شخص متحمس زيادة عن اللزوم. وساعتها بيقول لها دراكولا إن حماسه ده بيبوظ له كل حاجة، فبتقوله لازم يتعود إن الأمور مش هتمشي دايما زي ما هو عايز، وإن فكر جوني وميفيس مختلف، خصوصا إنه خلاص دخل على مرحلة التقاعد والمكان هيكون مسؤول منهم هما. ووقتها بتسمع ميفيس كلامهم من بعيد لأن عندها حاسة سمع قوية، وبتستغرب إن والدها عايز يسلمهم إدارة الفندق ويعيش باقي حياته مع مراته بعيد عن تعب الشغل. فبتتحمس ميفيس وبتجري تقول لجوني الخبر، وساعتها بيستغرب جوني إن دراكولا ممكن يسلمه إدارة الفندق عشان كان دايما بيحسسه إنه ما بيحبوش وإنه مش جزء من العائلة لأنه مش مصاص دماء زيهم وبشري عادي. وبيحاول بعدها جوني يتمالك أعصابه لحد ما دراكولا يعلن الخبر رسمي. وبعدها بيقف دراكولا على المسرح ورا الستارة يتمرن على خطابه لتسليم مفتاح الفندق بتاعة رانزلفينيا لبنته، وبيلاقي جوني فجأة دخل عليه وهو متحمس بزيادة للخبر. وقتها دراكولا بيجمد جوني، وبيفكر دراكولا إنه ما يقدرش يعمل كده عشان جوني مش ناضج بالطريقة الكافية لإدارة الفندق. ووقتها بيفكر دراكولا في حل، وبيقول لجوني إن ما ينفعش يورثوا الفندق لأنه إنسان مش مصاص دماء، والقانون عندهم بيقول لو إنسان ورث أي أملاك لمصاص دماء هيتعاد توزيع الملكية من جديد. وبعدها بيتأسف دراكولا لجوني اللي زعل جدا وقال له إن ده شرط خطير وأكيد مش هيعرض أملاك ميفيس للخطر. وبتتفتح الستارة وكل الموجودين بيسقفوا، وبتقول ميفيس لإريكا إنها متحمسة جدا للإعلان بتاع والدها. وساعتها بيقف دراكولا قدام الميكروفون وبيفكر في أي حاجة يقولها بعد ما تراجع عن قراره، وبيقرر يعلن عن توسيع الفندق بسبب زيادة عدد النزلاء. وبتزعل ميفيس لما بتسمع الخبر، وبيحس دراكولا بالذنب وإنه السبب في زعلها. وبعدها بيلاقي دراكولا مراته إريكا في وشه وبتسأله عن سبب تغيير رأيه، فبيعمل نفسه مش سامعها من المزيكا وبيجري بعيد، بس بيلاقي في وشه ميفيس فبيجري من الناحية التانية. وبعدها بيسمع المخترع اللي بيبقى جد إريكا بيسمع جوني وهو بيقول إنه زعلان من نفسه عشان يتسبب في الحزن لميفيس لأنه مش وحشة أو حتى مصاص دماء. وساعتها المخترع بيقول إن هو هيقدر يساعده علشان معاه اختراع في المعمل بتاعه بيقدر يحوله لوحش، وبياخده فعلا للمعمل بتاعه اللي بينبهر بيه جوني لأنه مليان بالاختراعات. وبيأمره المخترع إنه ما يلمس أي حاجة لحد ما يلاقي الاختراع اللي بيقدمه لجوني، وبيقول له إن ده حجر مشع بيقدر يحول أي إنسان لوحش، لكن محتاجين يجربوا الاختراع ده الأول على أي حيوان.
الحيوان ويشوفوا نتيجته، ووقتها بيجربوه على الحيوان الأليف بتاع المخترع، وفعلا التجربة بتنجح، وبيقرر بعدها جوني يتحول لوحش، وبيوجه المخترع الشعاع ناحية جوني، وفجأة بيلاقي جوني نفسه اتحول لوحش ضخم، وبيظهر دراكولا اللي بيحاول يستخبى من ميفيس وإريكا، وبيسمع صوت غريب، فبينزل بدروم يشوف صوت مين، وبيدخل المعمل، وبيتفاجئ لما بيلاقي قدامه جوني بعد ما تحول لوحش شكله غريب، وبيقول له جوني ان جد إريكا هو اللي ساعده في التحول، وانه مش قادر يستنى عشان يقول لميفيس، وبيجري علشان يوصل لها، لكن دراكولا بيحاول يوقفه عشان بيبقى عارف ان ميفيس هتزعل لو عرفت ان دراكولا كان السبب في تحويل جوزها الوحش. ووقتها بياخد دراكولا جهاز التحويل من المعمل علشان يقدر يرجع جوني لشخصيته الطبيعية، وفي الطريق بيقابل جوني دينيس اللي بتستغرب شكله، وبيكون جوني متحمس يروح يوري ميفيس الشكل الجديد، وبيدخل وراه دراكولا وبينيم دينيس مغناطيسيا، وبيفهمه انه جوني ما تحولش وان ده وحش عادي بيتقمص شخصيته، وبيروح بعدها ورا جوني علشان يلحقه بسرعة، لكن الجهاز بيصيب دراكولا وبيتحول هو كمان من مصاص دماء لإنسان عادي، وساعتها بيقع من الشباك، وبيحاول جوني ينقذه، وبيستغرب كل اللي في المكان لما بيكتشفوا انه جوني اتحول لوحش ودراكولا اتحول لإنسان مش قادر يطير. بعدها بيجري دراكولا بيدور على الجهاز اللي يرجعه مصاص دماء تاني، لكن بيلاقيه اتكسر وباظ، فبيتعصب وبيفضل يعيط، وبيطلب من جوني ما يقولش حاجة لميفيس، وساعتها بيرجعوا بسرعة للمخترع علشان يساعدهم. بيقول لهم المخترع ان الجهاز اتكسر وصعب يتصلح تاني، وان البلورة اللي مسؤولة عن التحول نادرة جدا ومش سهل انهم يلاقوها، وانه فضل 3 سنين يدور عليها، وبيقول لهم ان هم يقدروا يروحوا امريكا الجنوبية بس هيمشوا في طريق كله مخاطر، وفرص نجاتهم فيه ضعيفة جدا علشان يقدروا يوصلوا للبلورة. بعدها بيبعت دراكولا لفرانكشتاين، بيبعت له رسالة وبيقول له انه رايح مع جوني رحلة يدوروا فيها على بلورة عشان يقدروا يرجعوهم لشكلهم الاصلي، وبيطلب منه ما يقولش حاجة لميفيس. وبيظهر بعدها قرايب دراكولا وهم بيشربوا من مية النافورة اللي في الفندق اللي بيكون لمسها جهاز التحويل، فبيتحولوا كلهم لبشر بما فيهم فرانكشتاين. وبعدها بيكون دراكولا متوتر جدا في الطيارة وهم رايحين امريكا الجنوبية، ووقتها بتظهر ميفيس وهي بتدور على والدها، ولما بتدخل اوضته بتلاقي ورقة كتبها دراكولا بخط ايده بيعترف فيها انه عايز يتقاعد ويسلم الفندق لبنته، وساعتها بتقتنع ميفيس انها كانت صح وان فعلا والدها غير رأيه على اخر لحظة وانها مش عارفة السبب. ولما بتخرج من الأوضة وبتقابل دينيس بتسأله عن جوني، فبيكرر الكلام اللي حفظه له دراكولا بان الوحش ده مش جوني وان كل حاجة تمام، وساعتها بتفهم ميفيس ان في حاجة غلط. وبعدها بيوصل دراكولا وجوني لأمريكا الجنوبية، وبيخاف دراكولا من الشمس بمجرد ما يشوفها، وساعتها جوني بيفكروا انه دلوقتي انسان طبيعي مش مصاص دماء، والمفروض ما يخافش من الشمس اللي كانت زمان بتحرقه، وانه يقدر دلوقتي يستمتع بيها زي اي انسان. وبعدها بيركب دراكولا وجوني اتوبيس وبيمشي ببطء بسبب حجم جوني، ووقتها بيقرر يشيل الاتوبيس ويمشي بيه وبيفضل يغني مع الركاب. وفي الوقت ده كانوا صحاب دراكولا بيحاولوا يختفوا بعيد عن ميفيس علشان محدش يكتشف اللي حصل ليهم، بس بيفشلوا، وبيستغرب كل الموجودين من شكلهم الجديد وما بيفهموش اللي حصل. وبعدها بتشوف ميفيس وإريكا الأخبار وفيها جوني ودراكولا، وبيقول لها واحد من صحاب دراكولا كل اللي حصل، وساعتها بتتصل ميفيس بوالدها لكن دراكولا ما بيردش عليها، وبيطلب من جوني يعدوا من الأدغال ويدوروا على البلورة ويرجعوا بأسرع وقت. ووقتها بيتحمس جوني للرحلة في الأدغال على عكس دراكولا اللي كان قلقان ومتوتر، وبيتعب دراكولا في نص الطريق وبيعطش، فبيقرر ينزل في شلال المية لكن بيلقى جواه أسماك متوحشة، فبيخرج بسرعة من المية بس بيكون مليان إصابات. وساعتها بتحاول ميفيس تتصل بيه فبيرمي الموبايل في المية وبيكملوا طريقهم. وقتها بتحاول ميفيس وإريكا يفهموا ازاي التحول ده حصل، فبينزلوا معمل جد إريكا وبيلاقوا حيوانه الأليف اتحول لوحش ضخم وبيتضخم كل شوية أكتر وأكتر. وبتفهم ميفيس وقتها ان جوني في خطر وانه هيتضخم زي الحيوان ده، وبتقرر هي وإريكا انهم يسافروا ينقذوا جوني ودراكولا قبل فوات الاوان. وفعلا بيسافروا هم وباقي قرايبهم من الوحوش بالمنطاد بتاع إريكا، وهم في الطريق بتحكي إريكا لميفيس ازاي وجهة نظرها اتغيرت ناحية الوحوش بعد ما اتعرفت على والدها، وإنها كانت بتكره مصاصين الدماء والوحوش. لما وقعت في حب باباها حياتها كلها اتغير. وبعدها بيوصلوا لغاية الأدغال، أدغال أمريكا الجنوبية، فبتقول لهم ميفيس إن عندها فكرة تساعدهم يلاقوا جوني ودراكولا أسرع، وهم إنهم ينزلوا كلهم من المنطاد ويركبوا عربية ويدخلوا جوه الأدغال. وفعلا بيعملوا كده، وبتحاول ميفيس تسمع صوتهم بقدرتها الخارقة وبتعرف الطريق اللي هم ماشيين فيه، وبيروحوا ناحيته وبيتوه دراكولا وجوني وسط الأدغال. وساعتها بيتهم دراكولا جوني إن هم السبب في إنهم تايهين
البسين وبيقعوا بعدها من فوق تل عالي. وبيطلب دراكولا من جوني إنه يحرك جناحاته وينقذهم بسرعة. وبينبهر جوني لما بيكتشف إنه فعلا يقدر يطير. وبياخد دراكولا وبيطير بيه في الجو وبيستمتعوا سوا. بالليل بيولعوا نار بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيظهر جوني وهو بيقول إن مشكلته دايما بيشوف الجزء السلبي من الأشياء وإنه لازم يبص للجانب الإيجابي في كل حاجة. فبيرد عليه دراكولا وبيقوله إن هو ربى بنته لوحده وده كان شيء صعب جدا وإنه فضل وقت طويل عايش لوحده قبل ما يتجوز وده خلاه مش قادر يشوف الجانب الإيجابي بسهولة لأنه كان دايما قلقان تحصل أي حاجة وحشة لبنته وده اللي خلاه يبني الفندق علشان يحمي بنته وعيلته. فبيشكره جوني إنه دخله في عيلته واعتبره واحد منهم. وبعدها بتوصل ميفيس وبتحضن جوني وبتطمن عليه. وبتدخل إريكا وبتقول لدراكولا إنها عارفة كل حاجة ولسه بتحبه زي ما هو حتى لو اتحول لبشري. وساعتها بيستغرب دراكولا إن قرايبه كمان اتحولوا لبشريين. وبتحاول ميفيس تفهم اللي حصل لجوني فبيقول لها إنه عايز يبقى وحش عشان يقدر يدير معاه الفندق وده طبقا للقوانين بتاعتهم. ووقتها بيعترف دراكولا إن كذب عليه واخترع القانون ده. وساعتها بيزعل جوني من دراكولا اللي خدعه رغم إنه جوني كان فاكره بيتعامل معاه على إنه واحد من العيلة. وبيتضخم حجم جوني أكتر وأكتر وبيسيب المكان بعد ما بيتضايق من اللي حصل وبيدخل جوه الغابة وبتجري وراه ميفيس وبتدور عليه. وساعتها بتطلب من إريكا تكمل الطريق مع دراكولا عشان يدوروا على البلورة بسرعة قبل ما حجم جوني يتضخم أكتر من كده ويموت. وبتفضل ميفيس تمشي ورا آثار رجلين جوني لحد ما بتوصل ليه بعد ما حولت نفسها لخفاش وبتقف قدامه وبتتأسف له عن اللي عمله والدها. وقتها بيوصل دراكولا الكهف الانعكاس المميت اللي جواه البلورة وبيدخل هو وإريكا وقرايب الوحوش وبيقعوا في شلال مية وبيلاقوا قدامهم حمم بركانية بيحاولوا يتفادوها لحد ما بيوصلوا للنفق اللي جواه البلورة. وساعتها بيقرر دراكولا إنه يدخل الأول وفجأة بيكتشف إن النفق مليان بلورات. فبتتصل إريكا بميفيس وبتبعت لها موقع الكهف وبتقول لهم إنهم لقوا البلورة ولازم تجيب جوني على هناك بسرعة. بتحاول ميفيس تقنع جوني يمشي وراها للكهف وجوه الكهف بيتوه دراكولا والوحوش عن بعض فبيترعبوا وبيحاول دراكولا يطمنهم ويخليهم ماسكين أعصابهم لحد ما بتوصل ميفيس. وساعتها بتدخل الكهف وبتنده على الباقيين وبتلاقي في وشها دراكولا وبتسأله عن البلورة اللي هتنقذ جوني. وقتها بيحطم جوني الكهف وبيكسروا. بيحاول دراكولا والباقيين يهربوا بسرعة قبل ما الكهف يتهد عليهم. وفجأة بتظهر البلورة المطلوبة وبتاخدها ميفيس بسرعة وبتحاول توجه الشعاع بتاعها ناحية جوني وهي بتبعد عن أشعة الشمس اللي ممكن تحرقها. وبيساعدها فرانكشتاين وباقي العيلة في الوصول للنقطة اللي تقدر توجه فيها الشعاع لجوني من غير ما الشمس تحرقها. وبتنجح ميفيس إنها توجه الشعاع ناحية جوني لكن جوني ما بيرجعش لطبيعته. فبيقرر وقتها دراكولا يروح لجوني اللي كان متعصب منه وبيتكلم معاه وبيقول لي يفتكر كلامه إنه كان بيفكر في الجانب الإيجابي وإن بتدميره للكهف هيخسر كل الحاجات الإيجابية في حياته. وبيقول إنه هو ندمان عشان ما شافش الجانب الإيجابي بتاعه وإنه كان عايز يبعده عن بنته لكنه اتعلم درس كبير بسببه. بعدها جوني بيتأثر بكلامه وبيهدى وبيحضنه وبتوجه ميفيس ساعتها الشعاع مرة تانية وبيرجع جوني لطبيعته وبتحضنه ميفيس وبتحضن دراكولا وبيرجع الباقيين لشخصياتهم الحقيقية كوحوش. وفي طريقهم للرجوع للفندق بيكتشفوا إنه الفندق اتدمر بسبب حيوان المخترع الأليف اللي اتحول لوحش. وبيزعل دراكولا على الفندق بتاعه وبيقعد يعيط لكن وقتها جوني بيوعده إن هو هيبنيه مرة تانية. وبيقول دراكولا لجوني إن هو هيبنيه بس على طريقتهم مش طريقته هو لكن دي صفحة جديدة في حياتهم. وبعد مرور سنة بيتفاجئ دراكولا إن جوني وميفيس بنوا الفندق بنفس الطريقة القديمة مرة تانية. وبعدها بترجع العيلة تعيش مع بعض في الفندق الجديد وهم فرحانين ومبسوطين. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبكم الفيلم اضغط لايك وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي لسه جاية واكتبوا رأيكم في التعليقات. سلام.